Oh my gosh. Frozen gummy bears. هاي جايز، اهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم منى، وفيديو اليوم جايز هنجرب اشهر ترند كان موجود على تيك توك الفترة اللي فاتت، وهو ترند الكاندي المجمدة، او كان اسمه تقريبا حاجة تانية، الكاندي المكرمشة، او كان ليه اسم كده غريب قوي، كان بيظهر لي كتير قوي على تيك توك. كان اسمه الجيلي المجمدة، لان احنا بنستخدم فيه الكاندي اللي هي الجيلي، زي جيلي كولا بتاع زمان ده جايز، فاكرينه؟ انا حرفيا جيلي كولا ده كان عشقي في الابتدائيه. لازم كل يوم لما اروح المدرسه يبقى معايا كيس جيلي كولا، اللي هو الصغنن ده، اللي هو كان كيسه صفرة كده في جيلي كولا، بجد اكنها طعم، او بجد بشرب جيلي كولا، معرفش ازاي. بصراحه اول ما شفت الترند ده على تيك توك قلت لازم اجربه معاكم، وبجد جايز بقالنا كتير قوي ما عملناش فيديوهات ترندات التيك توك، بجد عيب علينا. فرجعنا النهارده بفيديو جديد، فلو عجبكم الفيديو حطوا لنا لايك كبير للفيديو، وكمان اشتركوا في القناه اذا اول مره تشوفوني. انا اسمي منى بالمناسبه، وبس كده يلا بينا نبدا الفيديو. جايز، عشان نعمل ترند الجيلي المقرمش هنحتاج عباره بس عن حاجتين اتنين بس. اول حاجه وهي اي نوع صودا عندنا. انا عايزه اقول لكم اكتر حاجه تعبت فيها ان انا الاقي صودا مش مقاطعه زي سبرايت وبيبسي وكل الحاجات دي. كنت بدور على سيناكولا واللي هي سبيروس باتس، ولقيت النوع ده جايز جديد اسمه ميكس تقريبا. بصوا هو ده شكله، وفي منه انواع كتيره جدا، وفي معظم الفيديوز اللي على تيك توك بيستخدموا الصودا اللي هي شفافه دي، اللي ما فيهاش اي حاجه، اللي هي زي سبرايت بتاعت زمان. فانا جبت النوع ده، وده اللي هنستخدمه النهارده في الفيديو. والحاجه التانية اللي هنستخدمها هي الجيلي. انا جبت النوع ده برضو نفس النوع اللي بيستخدموه في الفيديوز جايز، بصوا اللي هو شكل الدبدوب كده. فانا جبت الكيس ده، وعلى فكره الكيس ده جايز مش مقاطعه، لانه تقريبا صنع في مصر، وانا متاكده لان كذا حد مصري جرب الترند ده واستخدم الكيس ده وقال لي ان هو مش مقاطعه. هو اسمه كاندي جيلي، اسم عجيب بس اوكي. اوكي كل اللي هنعمله ان احنا هنفتح الكيس ده بتاع الجيلي. اوكي، هو ده شكله من جوه، في لونين اللي هو الاصفر والاحمر. بصوا جايز، هو ده شكله، بيكون على شكل دبدوب كده، متوفر منه الاصفر وكمان الاحمر. وهنبدأ دلوقتي نحطه في اي طبق عندنا، وهو ده شكله جايز. بصوا كأنه حرفيا دبدوب صغنطط، شكله كيوت. وزي ما انتوا شايفين دلوقتي حطيت الجيلي في الطبق ده. وحاولوا لو هتعملوا الترند ده جايز تجيبوا طبق شويه غويط، يعني يبقى ليه سمك كده، عشان لما تحطوا الصودا يعني ما توقعش منكم او حاجه. وحاجه مهمه عرفتها من الناس اللي عملت الترند ده على تيك توك، انه نسيب واحده او اتنين، عشان لما نحط الصودا عليه ونسيبه فتره حجمه هيكبر، فنعمل مقارنه بين الحجم الرئيسي او الاساسي والحجم بتاعه لما ينفش او يكبر. انا هسيب واحده او اتنين، يعني احطهم في الكيس تاني عشان اقارن. ده كان في واحده الكيس ما وقعتش، فحطيت هنا اتنين زي ما انتوا شايفين كده، عشان نقارن بيهم ونشوف قد ايه حجمه هيكبر لما نحط الصودا عليه. ودلوقتي هبدأ ان انا اوزعهم زي ما انتوا شايفين كده في الطبق. تمام. وصحيح ما تيجوا نجربه ونشوف طعمه عامل ازاي. انا بصراحة بقالي سنين ما اكلت الجيلي، يعني انا كنت بعشقه وانا صغيرة، بس لما كبرت ما بقيت شكله بصراحة. فتعالوا ندوق النوع ده اللي هو شكل الدبدوب. طعمه تحفة، بس عايزة مش زي بتاع زمان كنت بصي تاكلوه كده بيدوب على طول في البق. المهم بعد ما وزعنا الجيلي في الطبق، هنبدأ نحط عليه الصودا اللي هي ماكس.
انا خايفه تفرقع في وشي. لو فرقعت ربنا يستر. بسم الله. مش هتفتح. ايه ده؟ هما قافلينها بايه؟ انا مش عارفه افتحها، انا حرفيا مش عارفه افتحها. اه اه دي وجعتني. لا ده مش طبيعي. كده مش طبيعي برو. سناني. اتعب. الغطا هيبوظ وانا لسه فتحتهاش. شركة ماكس. شركة ايه دي؟ شركة ماكس صح؟ جماعة ما بتتفتحش، احنا المفروض ما نشربهاش يعني ولا ايه؟ ايوه فتحت تقريبا. اخيرا. يس. جايز الغطا بصوا انا بهدلته، فتحتها بسناني في الاخر. ايه ده؟ تعالوا ندوقها بقى نشوف يا ترى بعد ده كله بقى يبقى حلو ولا لا. بسم الله. تحفه زي سبرايت بالظبط، تحفه. المهم خلينا نرجع لاصل الفيديو اللي هو الجيلي المقرمش اللي احنا نسيناه اصلا. هنا عندنا الجيلي، هنا عندنا الجيلي، ودلوقتي هنحط الصودا. تمام هنغطيها. بصوا جايز هو ده شكلها لما حطيت الصودا. بصراحة شكلها حلو قوي، وممكن شوية برضو ازود شوية صودا عشان تغطيها كلها. بصوا شكل الصودا مع الجيلي والفقاعات شكلها تحفة. وجايز في حاجة كنت عايزة اجربها لما اجي اعمل الترند ده، ان احنا نجيب ميكروفون ونسمع صوت الصودا وهي بتفرقع كده. فاظن ده الوقت ان احنا نجيب الميكروفون بتاعي اوكي ونجرب نعملها. هطلع الميكروفون بتاعي وهشبكه مع التليفون وهخليكم تسمعوا صوت الصودا عامل ازاي. بصوا جايز دلوقتي انا شبكت الميكروفون، وتعالوا دلوقتي نسمع صوت الصودا. انا هقربها دلوقتي من الطبق. سمعتوا حاجة ولا لأ؟ انا ناقص ان انا ادخلها في الطبق. انا مش عارفة انتوا سمعتوا ولا لأ، بس اذا سمعتوا وعجبكم الصوت قولولي، عشان بفكر اعمل سلسلة من فيديوهات الاي ام ار اللي هي عبارة عن ان احنا بيكون معانا كده ميكروفون وبنجيب كده اصوات الحاجات. يعني بصوا مثلا الازازة دي ازازة مية، سامعين؟ بنسمع اصوات الاشياء، يعني مثلا الورق، دي بقرة، سامعين حاجة؟ انا بصراحة مش بروفيشنال، بس بعشق اشوف الفيديوهات دي على اليوتيوب. المهم جايز دلوقتي المطلوب ان احنا نسيب الجيلي بالصودا ده تقريبا
5-6 ساعات عشان يشرب الجيلي ده، يشرب الصودا وحجمه يكبر. وبعد كده هندخله في التلاجة زي ما عملوا على تيك توك عشان يقرمش ونشوف طعمه هيبقى عامل ازاي. فاستنونا بعد 5 ساعات اللي هو الثانيتين اللي جايين. ويا بس كده، انا هقعد 5 ساعات، انتوا هتستنوا ثانيتين. فشفتوا انا هتعب ازاي وانتوا هتقعدوا بس ثانيتين. يعني انتوا لو جريتوا الفيديو دلوقتي هتشوفوا، فاحنا بنتعب جدا. فحطوا لايك للفيديو وبس كده، نشوفكم بعد ثانيتين. اوكي جايز، دلوقتي بعد ما عدى يوم كامل انا حرفيا نمت، وهو ده بقى شكله. بصوا عامل ازاي، بقى كبير قوي. بس في مشكلة واحدة، انه مش راضي يتشال من الطبق. بصوا مش راضي، كله لزق تحت. مش راضي. فانا خايفة ان هو يتقطع عشان بقى يعني بقى طري قوي. بس دلوقتي خلينا نقارنه بين الاساسي ونشوف حجمه اتغير قد ايه. بصوا جايز، ده الحجم الاساسي وده بعد ما شرب الصودا. بصوا فرق الحجم، هو ما كبرش قوي بس ده يعني ده غليظ كده. ده بصوا فلافي قوي. فهو ده فرق الحجم. واللي هعمله دلوقتي ان انا هفضي الميه دي وهحطه في التلاجة شوية، 2-3 كده ينشف ويبقى مقرمش، ونجربه مع بعض. هاي، ايه ده المنظر ده؟ شوفوا، انا بصراحة كنت هنام. اوكي، كنت هنام وسعانة، بس قلت لازم اصور لكم الفيديو. يعني ما صورش الفيديو فلبست اي حاجة معذرة عن شكلي، بس انا بجد عايزة انام وسعانة متلجة ومش قادرة اقوم البس. بس لازم نجرب الترند اللي شكله تقريبا باظ مني. بصوا جايز، يعني انا بعد ما سبتها تقريبا 5 ساعات في التلاجة، هو ده شكلها غريب ومجمدة اصلا في بعض. يعني بصوا، وفي كده شكلها غريب. انا مش عارفة هو باظ ولا ايه، بس ايه ده؟ فالمهم استنوا اعلق ده في اي حتة بقى يا ستي. اوكي، شوف، في حاجة انا عايزة اوريها لكم، ان انا اصلا جبت الشوب ستيكس مخصوصا عشان الترند ده اللي هو كده، فاهمين؟ فالمهم خلينا نجرب الترند ونشوف طعمه حلو ولا لا. يلا شوية مسك. بسم الله. طعمها عادي، يعني اكنها جيلي، بس يعني ناشف شوية، بس طري، بس ساقع، بس ساقع قوي. جايز طعمها عادي قوي. انا قعدت يومين في البتوع دولت، بس طعمها حلو، يعني مش وحش ولا حلو، بس مقبول، فاهمين؟ بصوا جايز، كأنها كده جيلي بس ساقع قوي، عارفين اللي هي بتوجع السنان. فهي بس كده. واقيمه 5/10 جايز، ما يستاهلش ابدا الضجة اللي معمولة عليه. ويا بس كده، والله ده كان ترند او فيديو اليوم. اتمنى الفيديو يعجبكم جايز. انا تعبت في الفيديو ده، بصوا شكلي عامل ازاي من البارح بصور فيه. فحطوا لايك للفيديو، ولو في اي ترند على تيك توك شفتوه اعملوا لي منشن، ده هو اسمي على تيك توك، عشان اعمل الفيديو. وبس كده، حطوا لايك، اشتركوا في القناة. واسفة على منظري ده، بس انا بجد كنت هنام وكان لازم اخلص الفيديو. يا بس كده، باي.